الشركات الاقتصاديه لما بتيجي تنزل موتوسيكل في السوق المصري عارفه جدا ان هم لازم يحطوا عليها سبوت ويبقوا مميزين شويه. النهارده هكلمك على موتوسيكل سي لايت من شركه كي واي، والموتوسيكل ده يعتبر شبيه الارنوبه او الهوجن 3 في السوق المصري، ولكن خليني اقول لك الفرق ان النهارده شركه كي واي بتنزل السي لايت لفئه ال 150 سي سي. فلو انت بقى مهتم كمل الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات. النهارده بقى هنتكلم على شركه كي واي، وبالاصح الشركه دي بقى لها فتره مكسره الدنيا في سكوترات وموتوسيكلات. النهارده هي قررت تنزل لنا موتوسيكل شعبي غير الار كي اي وهو السي لايت. مش بس كده، هي نزلت السي لايت كوبي بيست من شركه هوجن او الشركه المشهوره بفكره الموتوسيكل ده بيقولوا عليه ارنوبه او هوجن 3. الموتوسيكل ده من الاشكال الحلوه جدا في الموتوسيكلات الصيني ومحبوب، والناس كتير بتشتريه عشان خاطر قطع غياره. طيب مبدئيا كده خليني اقول لك، واول حاجه هم لعبوا عليها فكره اللون. ايه رايكم في اللون؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ لون زيتي. يعني مثلا بالمثال الناس دايما اللي بتروح تشتري الموتوسيكلات الاقتصاديه او اكل العيش مش بيهتم جدا بفكره اللون الموتوسيكل على قد ما بيهتم ان الموتوسيكل ده هيبقى راجل معاه ويصد معاه ولا لا. ولكن الشركه دي لعبت شويه لعب كده، ان هي اول حاجه في ديزاين الموتوسيكل خلته ليه بهجه تانية او رؤيه تانية. خليني اقول لك فعلا ان فكره اللون والديزاين بيفرق جدا 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 مع المستهلك في الاخر. يعني انت النهارده لما تبقى اديني موتوسيكل اقتصادي في فئه ال 150 سي على موتوسيكل اكل عيش وتغير لي فيه في اللون بتاعه، ده بيخليني ان انا ابقى يعني من الاخر كده ابديتد مع العصر بتاعنا في 2025. نزل لك الموتوسيكل الاقتصادي بموتور 150 سي سي، طبعا التبريد بتاعه تبريد هواء، وده اللي يعتبر ميزه بالنسبه للناس اللي بتنزل تاكل عيش، لان هو بيتحرك ياما كتير فما بيبقاش عايز حاجه فيها دوره تبريد ميه عشان خاطر يبقى الموضوع معاه بصراحه يشيل من على وجع دماغه. الناس بتفكر قوي بالنقطه دي، مع ان انا شايف من وجهه نظري ان تبريد الميه احسن. ده دوره ميه بتدخل على الاوفر هيد وبتبرد الموتور. ولكن في الموتوسيكلات الصيني او الموتوسيكلات الاقتصاديه ناس كتير تقول لك لا يا عم انا عايز موتوسيكل ادور واصحى الصبح وامشي، مش عايز بقى ولا ميه ولا حاجه تنقص مني فالموتوسيكل يجيب موتور او يجيب جوان وش سلندر. انا مش عايز الكلام ده. فالفعل 150 يعتبر هو بيبرد نفسه. ليه؟ لان هو يعتبر ماشي في طريقه والهواء بيبرد الموتور من كل ناحيه. الموتوسيكل ده نازل بجنط امامي يعتبر كبير، جنط مقاس 18، ونازل على ماستر فرامل بطنبوره. من الحاجات الكويسه جدا هو نازل امامي ماستر فرامل، وطبعا نازل باتنين مساعد عادي. والنسخه دي نازله منها او السي لايت نازل منها اتنين، العادي والاس ده السبور. في فرق ما بينه، ده العادي اللي نازل بكشاف عادي جدا، لمبه هالوجين، والعداد بتاعه زي ما انت شايف هنا انالوج. ولكن النسخه الاس بيبقى في فرق معدل ما بينها ب 1000 جنيه زياده. العداد بيبقى نص ديجيتال ونص انالوج، وهنا بيبقى فيه فانوس ال اي دي. طبعا انا لو معايا ان انا ازود 1000 جنيه هشتري اكيد التعديل اللي هي النسخه اللي اسمها الاس. طيب نازل هنا برضو بمساحه تخزينيه للتانك 15 لتر، ودي حاجه كويسه جدا. والطبيعي للموتوسيكلات عموما الاقتصاديه ان التانك بتاعها بيبقى كبير عشان مشاوير الاكل العيش. من الميزه في السكوت بالموتوسيكل ده في الديزاين ده عموما ان الكرسي بتاعه زي ما انتم شايفين مريح جدا وكبير. يعني انا لو قاعد هنا اصلا هتلاقوا شكل الموتوسيكل شكله غريب شويه. بصوا شايفين القعده عامله ازاي؟ القعده نفسها انا انزل لك كده شويه، شايف القعده عامله ازاي؟ وننزله برده ثانيه واحده، هوبا. شايفين القعده عامله ازاي للموتوسيكل؟ شايفين القعده؟ شايفين حركه الجدون؟ الجدون مسحوب، الجدون نفسه مسحوب لفوق، والتانك تحس ان فيه تضليعه. ليه؟ عشان القعده او المانوفرنج يبقى بالنسبه لهم سهل جدا. وده اصلا ديزاين مشهور جدا في الموتوسيكلات الصيني. ولكن خليني اقول لك ان شركه كي واي حبت تدي التاتش بتاعها في الديزاين زي الشكل واللون وفكره العدادات واللينس اللي قدام. طيب وطبعا كل الناس مش هتنسى موضوع المنافله، ودي من الحاجات الاساسيه لاي حد بينزل ياكل عيش عشان خاطر لو لا قدر الله البطاريه نمت منه يقدر يدوره بكل سهوله بالمنافله. طيب طبعا الموتوسيكل نازل على جنط خلفي مقاس 16، والفرامل ورا على واير او على تيله زي ما بيقولوا. ده الشكل كده بتاعها، لو انت شفت شكل هنا ده شكل بيقولوا عليه تيله او على واير. وطبعا ما نسوش حته الاثنين مساعد عشان يبقى معاك تحميل كويس جدا. هنا حاطط لك برده شاحن يو اس بي، وانت بس تركب هولدر عشان لو عايز تشحن والكهرباء دريك على طول. طيب بالنسبه بقى ان هو نازل 150 سي، بيطلع 12.5 حصان و11.5 نيوتن متر في ال 7000 لفه.
الحاجات دي ممكن ما تفرقش معاك، ولكن تفرق عن حد نازل يشتري موتوسيكل لاكل العيش. طبعا زي ما احنا قلنا مساحه التانك 15 لتر، وبالنسبه بقى للوزن بتاعه فهو نازل وزنه 109، ودي من الحاجات الجميله ان هو يبقى الموتوسيكل خفيف معاك. الموتوسيكل ده ممكن يجيب معاك توب سبيد لحد 100 و110، نازل طبعا بنظام الكربراتير، الحقن بتاعه موتوسيكل اقتصادي، قطع غياره موجوده في السوق وكمان معمره. ما بينك بقى ان انت تختار سي لايت من شركه كوي او من الشركات التانيه زي هوجن، وفي الاخر احنا مسمينه الارنوبه. واهم حاجه بقى السعر وقت نزول الفيديو ده، موتوسيكل العادي سعره 39 والاس 41,000 جنيه. كده انت معاك اسعار الموديلين، وفيك بقى تختار ما بينها وما بين بقيه الشركات، ولكن في الاول وفي الاخر اسمه ايه؟ الارنوبه.